جاء صاحب مستودع التورو بنفسه ليزرع هذه الشتول الجديدة؟ لا أصدق ما أراه. سالومون، لدينا هنا عمال ومهندسون زراعيون وخبراء تحريش، وأنت الآن تغرس بيديك. تعلم جيدا أنني أحب هذا العمل وأنا أستمتع، وكما يقول أبي على المعلم أن يكون دائما القدوة، لهذا أنا من يغرس. أوافقك الرأي سالومون، ولكن فليساعدك أحد. عمل رائع أيها الشاب، هذا جيد. استيقظت باكرا جدا. حسنا، يقول المثل الشعبي: قم باكرا يساعدك الله. ¡Ladrona! Tú lo que eres eres una ladrona. Seguramente me cogiste chorrales para irte a bonchar con tus amigas. ¿Pero qué? Pero tía, ¿qué es esto? Altagracia, el presidente firmó tu indulto. Tienes el gallinero alborotado. ينتظرني أحد في الخارج، إنسان لم أره يوما. فلتأتي أمك لتنقذك إن استطاعت. هكذا حطمتها عندما أنهيت العمل في أطروحة تخرج. أنا متأكد من أنك لن تتخرج أبدا يا جلوريا. اهدأ أخوان، اهدأ. فلندخل، هيا بنا هيا. أتعلم شيئا؟ لقد خسرت كل شيء لأنني كنت قد تخليت عن كل شيء في حياتي في سبيل التخرج. وين بنتورا؟ سيدة بيرينيسي، احترسي عند النزول. من أين أتيت؟ من أين؟ من بيتي طبعا. ما به هذا الباب؟ إنه لا يفتح. ما به الباب؟ سيدة بيرينيسي، هذا هو بيتك. تذكري أنك انتقلت إلى هذا البيت منذ وقت طويل. أعلم هذا. سالومون بايسمان أخرجني من منزلي، ولكن دعه، سأخبر زوجي بكل شيء. سيدتي اعذريني أرجوك، زوجك قد توفي منذ عدة سنوات. أعلم هذا. هل نسيت أنني زوجته؟ وين بنتورا؟ حان وقت الذهاب. نعم، تعالي. وين بنتورا؟ كم سنة قضت ابنتي في السجن يا ترى؟ هل تذكر؟ قضت 20 سنة. 20 سنة هناك. احترسي. 20 سنة واليوم سوف نحضرها. مسكينة ابنتي. وين بنتورا؟ أظن أنها شاخت، أليس كذلك؟ جميعنا أصيب بالشيخوخة منذ ذلك الوقت. وأنا أنتظر ساعة ذهابك معي. انتظريني لحظة. من هناك؟ هذا لكي تتعلم أن النساء لسن مستضعفات مطلقا، ونعرف كيف نثأر لأنفسنا. أسمعت؟ والآن أنت لا تدين لي بشيء أيها المغفل. سافلة، سوف ترين.
اخرج على ايتها الحصيره ولا تعودي الى هنا استمع عزيزتي لا تقلقي، فهذه ليست نهاية الكون. ولا تنظري إلى الخلف وإلى هذا الجبل. هيا بنا. هيا لا تهتمي به ابنتي. لا تعودي الى هنا ابدا ايتها الحصيره سوف ترين. لا تعودي الى هنا ابدا. والآن ماذا أمي؟ الآن نحن سويا. اسمعي ابنتي واسمعيني جيدا. في أشد الحالات سوءا هذه الشاحنة بيتك، وفي أفضلها هذا القلب وهاتان الذراعان جنتك، كما في الأيام الخوالي. طبعا. هل هدأت جلوريا؟ لا أمي، عمي إنسان سخيف، اتهمني بالسرقة وطردني من بيته، والأسوأ أنه حطم الكمبيوتر وكل الأسطوانات. سوف أخسر أطروحتي بسبب هذا المجنون أمي. كنت أحتفظ بنصف أطروحتي على الكمبيوتر والأسطوانات. إنه عمل 6 أشهر كاملة أمي. يا إلهي جلوريا، لا تخافي حبيبتي. اسمعي، لما لا ترافقينني الآن لإيصال هذه الحمولة؟ يدفعون لي المال فأشتري لك كمبيوترا جديدا. ليس هذا فقط أمي، أطروحتي أيضا. لا تستسلمي أبدا جلوريا، فالمستقبل ما زال أمامك. ثم إنني أؤكد أنك ستنالين شهادة جامعية كما تحلمين. وإن كنت ستبدأين من الصفر فأين هي المشكلة؟ متأكدة من أنك ستنجحين. اعتمدي علي. أمي، وكأن الأمر سهل. الأسوأ أنني رهنت عمي على النجاح. أتعلمين معنى البدء من الصفر؟ أمرك عجيب فعلا. اسمعي صغيرتي، لنقل إننا نقضي عطلة مميزة، ونحن نحتاج إليها فعلا. لست أدري إن كنت تعرفين كارورا. سوف نمضي بضعة أيام في اللهو هناك ونرتاح. ولكن ماذا تقولين؟ كارورا؟ أي إنك تقولين إننا سنمضي عطلتنا في كارورا. أنا أفضل مارغريتا، كانكون، اليونان أو أي شاطئ كان، ولكن كارورا أمي إنها قرية. بها القرية، سوف تسعدين هناك. انظرنا إلى هذه، إنها قلادة جميلة. انظرنا إليها، لقد خبأتها جيدا. أنا جاهزة أيتها المديرة. التغراسيا، لا أريد شيئا يذكرني بهذا السجن. يا عزيزتي، هيا. كيف حالك اليوم؟ أهلا بك. بيتو مرحبا. كيف حالك؟ أنت بخير؟ بخير. اطلبا. أنا متعبة قليلا، أحتاج إلى شيء منعش. هناك خبر عاجل. ولكن ماذا هناك؟ لقد علمت منذ قليل أن هناك تظاهرة عند مدخل السجن بسبب المرأة التي قتلت الكاهن منذ 20 سنة. وكما كنا قد أذعنا لكم في نشراتنا السابقة في أولى ساعات الصباح، نحن الآن أمام سجن النساء. وكما تشاهدون خلفي، يبدو واضحا رفض الشعب لتوقيع الرئيس على العفو. أيها السادة، هل ستطمئنون وقد أصبحت هذه المرأة حرة طليقة في الشوارع؟ السجن، أنا بنفسي كنت شاهدا منذ 20 سنة عندما أقدمت التغراسيا ديل تورو وريثة كرومي ديل تورو على قتل كاهن كارورا بكل قسوة. الصور التي ستشاهدونها هي من الأرشيف، وهي ليست بحق. ولكن من هي أمي؟ هذه المرأة هي يا ابنتي المرأة المجرمة. المرأة المجرمة؟ Voy a regresar. Y todos ustedes me van a pagar lo que me están haciendo. ¡Todos! ¿Pero quién es ella, mamá? Esa mujer la llaman la mujer de Judas.
تشاهدي هذا مرعب، هذا مخيف، هذا رهيب، إنها مصيبة كبرى. ريكاردا أرجوك، كفى اهدئي يا فتاة ولا أنا أصرخ، أنت مخطئة، أنت لم تشاهدي الخبر الجديد. انظري إلى الشاشة. ألتاغراسيا ديل تورو تخرج من السجن في هذه اللحظة وسوف تأتي إلى هنا. شاهدي بنفسك. حسنا أيها السادة، إنهم يفتحون أبواب السجن لتخرج منه ألتاغراسيا ديل تورو، ونحن ننقل الحدث إلى بيوتكم مباشرة على الهواء في هذه اللحظة المهمة والحرجة. ولكن أظن أنها لن تأتي إلى الحفل، لأن وجود مجرمة بيننا مع وجود هؤلاء المدعوين الأجانب سيكون هذا رهيبا. لا تنخدعوا بالمرأة التي ترونها هناك. كانت هي من قتل الكاهن سيباستيان سانتوس منذ 20 سنة. وهذه الصور المأخوذة من الأرشيف التي تشاهدونها اليوم تذكرنا بالجريمة التي لم تظهر فيها جثة رجل الدين. ساعديني في ضبط الصورة أرجوك. هذه المرأة لا تملك أي شيء، لذا أرجوك اضبطي نفسك فنحن في وسط الاحتفال. اسمعي يا جميلتي، ألتاغراسيا ديل تورو هي أفضل صديقة لي. حسنا، طبعا كانت صديقتي قبل أن ترتكب تلك الجريمة، ولكن سأقول لك أمرا مهما. أنا أعرفها أكثر من أي كان في هذا الكون، ولهذا أنا أقول لك إنها عندما تخرج من السجن فهي ستأتي إلى هنا لكي تطالب بما هو لها. ولا تقولي لاحقا إنني لم أحذرك، أنا قد نبهتك أنما. إن كان لديها الكثير من الأعداء ولا يريدونها في القرية، فلماذا تعود إلى هناك لكي تشنق؟ حسنا، إن عائلتها تعيش هناك، ثم إنها تعود من أجل كرومها وأراضيها وأملاكها. يقال إن رجلا تولى أمر الاستيلاء على كل ما كانت تملكه ولن يعيد إليها شيئا. هكذا إذن. ومن هو هذا الرجل لكي يستولي على أملاكها؟ وهل كان نسيبا أو صديقا للكاهن الذي توفي؟ لا. ولم تسمى هكذا؟ اسمعي، أمي، هل تظنين أنها أغرمت بالكاهن؟ لا ابنتي، أنت مخطئة. مطلق الاسم هو الصحفي الذي رأيته في التلفاز، فهو من سماها المرأة المجرمة لكي يقنع الناس بأنها مجرمة. أتعرفين؟ لا يمكن لأحد أن ينكر أن هذه المرأة شخصية مهمة، وقصتها ممتازة لفيلم وثائقي. أحقا تظنين أنها مذنبة؟ لطالما كررت أنها بريئة وأنا أصدقها. هل تعرفين أمي؟ أريد التعرف إليها. تريدين التعرف إلى ألتاغراسيا ديل تورو؟ أمي، طبعا أريد ذلك. وأيضا أعيريني هاتفك المحمول لأنني سأتصل ببيتونيا في الحال. هاي، ما بك أيتها الصغيرة؟ دعك من هذا الجنون. هل أنت متأكدة مما ستفعلين؟ طبعا أمي، طبعا، وأنا مستعدة لكل الاحتمالات. شكرا. إيزابيل، كم أتمنى أن تنجح الأمور. أرجوك سامحني يا الله، إنني مستعدة لكل شيء. اسمعيني جيدا، لكل شيء مستعدة لأمنع هذه المرأة من الدخول إلى هذه الأرض. لا تخافي، لأن هذه الطقوس تبعد الأثر السيء وتحمي الموسم من أي مكروه يا ابنتي. هذه المرأة شريرة، رأيت يديها مملوءتين بالدم. أخبريني أمي، من أين تعرفين هذه المرأة؟ أنا أعرفها كما يعرفها كل الناس، أي أعرفها من التلفاز. ثم إن عائلة ديل تورو عائلة مشهورة جدا. أي أمي، لقد نجحنا. لدي الآن موضوع جديد للأطروحة، أرأيت؟ ستكون الأفضل بين كل الأطروحات لأن الموضوع مميز ومهم للغاية. المرأة المجرمة. اسمعي، ما اسم ذاك الرجل الذي يريد أن يستولي على الأراضي؟ سالومون بايسمان، صاحب مستودعات ديل تورو.
سالومون، لورا ماذا سنفعل؟ احتفظي بهدوئك ولا تقولي شيئا. ابقي هادئة. أوقفوا هذه الموسيقى. ما معنى هذا؟ ماذا تفعلون؟ لا طقوس في أرضي، فليذهب الجميع إلى العمل لأنني أدفع لكم لكي تعملوا. توقفوا، هيا عودوا إلى العمل وإلا فلا أجور لكم. أنا جاد فيما أقوله، اعملوا. لورا، أيمكنني أن أعرف معنى هذه السخافات كلها؟ ها؟ سالومون، هذه ليست سخافات. مؤكد عزيزي لو كنا قرب نهر دويرو أو في جبال كوادراس في هنغاريا لما بدت لك هذه الطقوس سخافات. اعذرني أرجوك، ولكن امرأة تقدم على قتل كاهن هي فاسدة. هذا صحيح، ستجلب المصائب. كنت بنفسي وبعيني هاتين قد رأيت يدي المرأة ملطختين بالدم بعد أن قتلت الكاهن. ماذا يجري الآن؟ هيا الجميع إلى العمل بسرعة. اسمعي لورا، نحن لسنا في هنغاريا ولا أريد في أرضي أي طقوس، وبدل أن تضيع الوقت مع هؤلاء الناس تذكري أن اليوم هو عيد القطاف ويجب أن تكوني في الحفل مع المدعوين. سالومون في كروم بورديوس يقومون بالطقوس من أجل حماية الموسم، صدقني. لماذا لا نقوم بالطقوس هنا في كارورا لنمنع ألتاغراسيا من العودة؟ ستكون هذه المرأة عدوتك سالومون بايسمان، بل مصيبتك. لا تنسى أن ألتاغراسيا ديل تورو ستعود لكي تخرجك من هذه الأرض. سأقدم نفسي وأنا في هذا الثوب، ومع كل جمالي سأقول لصاحب مستودعات ديل تورو تشرفت سيدي، أنا مخرجة أفلام وثائقية مشهورة، وهكذا سوف يثق بي ثم أبدأ موضوعي عن المرأة المجرمة وأسرارها. مؤكد مخرجة أفلام. يا تعالي اقتربي مني صغيرتي، أنت تحلمين عزيزتي، تحلمين. صديقتي. وأخيرا، كيف حالك يا عزيزتي؟ مرحبا. 5 فقط. كيف حالك عزيزتي؟ لقد صورت كل شيء. كيف حالك يا عزيزتي؟ حسنا، يجب عليك أن تخبريني بكل ما حدث معك، ولكن أولا هل أنت بخير؟ شكرا لكما، أنا أشكركما حقا، فأنتما لن تتركاني وحدي. حقا؟ حسنا، سأصحبكما لاحقا، لأنني سأروي لكما الآن قصة المرأة الخائنة، فهي قصة رائعة. مرحبا. كيف حالك؟ كم أنت جميلة وفاتنة، صغيرتي الحلوة. مرحبا. كيف حالك؟ أنت جميلة فعلا. وأنت أجمل. والآن إليك كثيرا. حان وقت العمل. نعم، من كارورا مباشرة إلى هوليوود. لما لا حبيبتي، فقد يكتب لك النجاح. واسمعنا ما سأقول. مع هذه السيارة لن تدخلن إلى حفلة القطاف فقط، بل إلى الأوسكار. حسنا أمي، وداعا. بهدوء ومن دون مشاكل. سأكون فتاة مهذبة. حذري من التصرفات المجنونة هناك. وداعا من الشباب السيئين. ما بك؟ لم أرك خائفة هكذا يوما، ما الذي يجري؟ لا شيء، إنها بخير. صحيح لورا؟ أظن أن الوقت حان لكي تعقدا قرانكما، لنرى إن كانت الآنسة لورا سوف تشغل نفسها بشيء ذي قيمة، تنشغل بزوجها مثلا. صباح الخير لورا، كيف حالك؟ إرنستو، مرحبا. لا أريد إزعاج أحد، مؤكد لا تعرفوني. أدعى خوليان موريرا. في الحقيقة هو ليس أكثر ولا أقل من خطيب ألتاغراسيا السابق. أترون بدأت تظهر نذور الشؤم، وأكثر من هذا بدأ الأشرار من جديد يجتمعون. سالومون، أرجو منك أن تعذرني سيدي، ولكن في هذه اللحظة بالذات يجب أن أرحب بضيوفي، فابق مع لورا. ريكاردا، أتعرفين الفتيات اللواتي وصلن للتو؟ لا، الواقع لم أرهن قبل اليوم، ولكن حسب ما أرى يبدو أنهن عارضات محترفة. لنمشي بأناقة، هيا، والاستقامة. أهلا بكن
هنا في كروم مستودعات ديل تورو. مرحبا. أنا إنما برانيت إتشينيغوسيا. تشرفنا. أنا أدعى حسنا، اسمي هو كريستينا دوميني. كريستينا دوميني، وأكون مخرجة أفلام وهما عضوان في فريق العمل الذي يرافقني، وأتينا لنصور وثائقيا عن كارورا، ونريد أن نرى إن كانت هناك إمكانية، وذلك لكي نصور مشاهد من الكروم والريف وكل ذلك. وستصورين وثائقيا بهذه الكاميرا؟ حسنا، نحن نقوم فقط سيدتي بجولة. نعم طبعا، ولكن عندما نقرر أخذ المشاهد النهائية سنأتي بكل الفريق وكل المعدات. أيضا فريقنا كبير جدا. بالمناسبة أيتها الآنسة، إذا أردت يمكنني أن أعطيك بطاقة رئيسي لكي تتصلي به وتتأكدي، وهكذا تتكلمين معه. لا ضرورة. أهلا بكم. تمتعنا معنا بالحفلة، فإن هذا الأسبوع كان ناجحا. هيا تفضل. ما هو رد فعلكما إذا أخذ رعادة تلك المرأة المجرمة؟ هل أتيتن إلى الكروم للتصوير أو لتقابلن ألتاغراسيا؟ إن كان لتصورنها فإن هذا ليس المكان المطلوب. بالنسبة إلى الوضع هنا في هذه القرية وفي هذه الكروم، لا يعجبني أبدا ظهور هذا الإنسان. ألو دولسي، ماذا هناك؟ زيارتك في غير محلها ووصولك إلى هذه القرية غير ضروري. نحتفل اليوم بالموسم والأمور هنا في غاية الفوضى. أتظن أنك سترى ألتاغراسيا؟ لورا، ربما أملك ملايين العيوب، ولكن أعلمك لدي صفة واحدة جيدة. وما هي؟ صفة الصبر. ولا أظنه مجرد صفة جيدة، بل فضيلة كبرى. ونعم، سوف أرى ألتاغراسيا. سوف أحذرك من أمر خليان. هنا في هذه القرية وفي هذه الأرض لا نريد أن نعرف شيئا عن ألتاغراسيا، وأي إنسان من قبلها لا نحبذه، وهذا الأمر ينطبق عليك. نصيحة أخيرة أيضا، انتبه لأن الخطر شديد هنا. جدا. توقفنا للحظة. ولكن أخبرني متى جرى سلومون؟ ما الذي لا يعجبك؟ اهدأ، سنتكلم لاحقا ونناقش هذا الأمر. والآن من قال الإعلان سخيف منكم كان صوت فتاة. أنت؟ لا. إذن؟ إنها هي. نعم، أنا قلت. مرحبا. أهلا، كيف حالك؟ أنا مارينا باتيستا. تشرفت بمعرفتك. أتيت لكي أرى ألتاغراسيا. أنت صديقة ألتاغراسيا. حسنا، نعم ولا. لنقل إن بيني وبينها رابطا عائليا قويا. هل وصلت في وقت غير مناسب؟ أقصد بالنسبة إلى الاحتفال بالموسم لا أبدا سيدتي، مطلقا. أظن أن هذا أفضل وقت وأفضل موسم لزيارة القرية، ونحن سعداء بموسم هذه السنة. أظنك أتيت لقضاء وقت هنا، والحقائب تثبت ذلك. نعم، هذا صحيح. في الواقع ذهبت أولا إلى الفندق، ولكنني وجدت الفندق مكتظا بالنزلاء، لذا قررت المجيء مباشرة إلى هنا. دولسي، من فضلك خذي الحقائب من الآنسة وضعيها في الغرفة
مخصصة للضيوف. نتكلم لاحقا. نعم سيدي. احمليها بانتباه من فضلك. مارينا، إذا أردت بإمكاننا الذهاب الآن إلى الحفلة، وهكذا تكونين قد استمتعت وشربت من نبيذنا. وبالنسبة إلى ما يتعلق بألتاغراسيا، أظن أنني لن أتمكن من مساعدتك. فلا نعرف ماذا ستفعل عندما تخرج من السجن. معقول؟ ولكنني أعرف. أتعلم؟ أنا أقبل دعوتك لي إلى الحفلة. هذا الشاب هناك يرتدي التنورة، هذا لا يقنعني مطلقا. في الحقيقة أنا لا أرى فيه أصالة. في العنب شيء من التراث، فيه شحنة من المشاعر لا أراها في أي مكان. إنها على حق، الإعلان سخيف فعلا. لا مشكلة، إذا كنت ستأخذ برأيها فتصور لي الإعلان. تفضل. لقد اقتنعت. لم يكن الأمر يستحق كل ما فعلته الآن، فهذا سيكلفك الكثير من المال. ربما إذا بدأنا جميعا من داخل ما اسمها؟ المعصرة. أجل، إذا بدأت الفتيات من داخل المعصرة أفضل، لأنني أرى أن هذا واقعي أكثر. أتعرفين معنى أن تكوني معهن داخل المعصرة؟ ريكاردا، ولكن ريكاردا لا يمكنني هنا. ماذا إذا دخل أحد ريكاردا؟ كورديليا، كيف تجرؤين على الدخول من دون أن تطرقي الباب؟ كم مرة طلبت منك أن تطرقي الباب؟ يبدو أنك لست سكرتيرة إدارية عزيزتي مطلقا. أنت مزعجة. وقح هناك رجل في الخارج ينتظر الدكتور لودوبيكو. قال إن اسمه السيد حسب علمي أنت ممنوع من الدخول إلى هذه الأرض. لودوفيك عزيزي، لا تنكر أن الرجل أتى في الوقت المناسب، ويا للمصادفة فهو أتى مع ألتاغراسيا ديل تورو التي يا إلهي لا أريد أن أذكر اسمها. يا إلهي إن مجرد ذكر اسمها يرعبني. ولكن خليان أرجوك عزيزي أن تخبرني. يجب أن تخبرني ما هو سرك. أين كنت في الثلاجة؟ لأنك ما زلت شاب. هذا مدهش. حسنا، كفى ريكاردا. لا بأس، أنا كنت خارجة. يجب أن أذهب. سررت برؤيتك مجددا خليان. لا أظن أن الجميع هنا يوافقونك الرأي. على أي حال أنا أيضا سعيد برؤيتك. شكرا خليان. والآن سأخرج. هيا بنا كورديليا، هيا. حسنا، هناك بلا 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 كثير، وحتى الآن لم تقل شيئا. جئت بهدف الشر خليان؟ بل أتيت لأرى ألتاغراسيا ولكي أطلب منها المسامحة. لا أرى سببا للضحك. عفوا خليان، عفوا، ولكن لا يمكنني أن أتصور أن الأموات لا يعتذرون مطلقا، لأنك هكذا بالنسبة إلى ألتاغراسيا رجل ميت وتحت التراب مدفون، لأن رجلا دمر حياتها وأمضت بسببه 20 عاما في السجن المقيت منعزلة عن العالم الخارجي. أقل ما يمكن أن تتخيله هو أنك رجل متوفى. فكري في شعورك، فللمرة الأولى تدوسين العنب. تمتعي هكذا. ما رأيك؟ بما تشعرين؟ هل يعجبك؟ أعرف أنه يعجبك. Soledad, amor, a lágrimas de
ألا تشعر بالخجل مثلي؟ ها؟ أرأيتها؟ هذه هي أمي. لما لم تقل لها إن المهرجين غير مدعوين اليوم؟ سوف تقع. هيا ساعدني على إنزالها. أتظن أنني سأساعدها؟ ها؟ لدي أعمال كثيرة هنا. اذهب، فأنت تقوم بالعمل أفضل مني وأنا أقدرك يا أخي الحنون. لقد أتيت. انتظري، سأساعدك على النزول. أعطيني هذه الكأس من فضلك يا أمي. هيا انزلي هيا. بوركت بني. عزيزي سأخبرك بالشيء. التقيت بمدير مجموعة أغذية دوبلي بيني. نعم. وماذا قال لأمك؟ أرجوك هذه أمي. إنه يتذكر يوم تتويج ملكة العنب بني. جيد، ولهذا السبب تشربين اليوم. وقال لي أيضا إنني ما زلت شابة إسماعيل، أليس محقا؟ نعم أعرف هذا أمي، ولكن هذا يكفي. كفى شربا، توقفي أرجوك أمي، توقفي. ولكن صغيري، أليس هذا هو أخوك؟ نخب جمالك أيتها الفتاة. أليريو، أليريو، اسكتي أمي. تعال واعطي قبلة لأمك. قبلة للملكة. أعطي قبلة مميزة لملكة الكروم. أمي بالله عليك. أمي كفى. من هذا الرجل؟ سلمون. علم حبيبتي، كيف حالك؟ بخير. حسنا، أظن أن لدي ما يكفي من المواد من أجل الفيلم الوثائقي. لقد تأخر الوقت قليلا. نعم تأخر الوقت ويجب علينا أن نذهب الآن. أين أنتما؟ أين أنتما؟ حسنا، أظن أنهما تنتظرانني. من المؤكد أنهما ملتا الانتظار. إلى اللقاء وشكرا لكما. حسنا أنسة كريستينا دوميني، سوف أوصلك إلى الباب إذن. وإذا أردت معرفة أي شيء عن المرأة المجرمة فربما استطاعوا مساعدتك في القرية. ماذا تقولين؟ إذا أنت هنا من أجل المرأة المجرمة؟ ولما آنستي؟ قلت لك إنني مخرجة أفلام وثائقية وأصور فيلما عن كارورا، عن المشروب وربما عن المرأة المجرمة. لما أنا؟ يا إلهي، لماذا أمي بالتحديد؟ مرحبا، هل كنت في الثلاجة؟ ما زلت جذابا كالعادة. في النهاية يتزوج الرجال بفتيات مثلي، لا مثل ريكاردا. أنا ما زلت أبحث عن الحب. أجل الحب، عن رجل يفهمني، عن رجل يحميني ويحبني بالجنون الذي أحبه به. لا أصدق هذا. أيعقل أن هذه الشجرة حية؟ أعرف أنني ذكرت الحب. هذه ليست خطيئة. اعذريني أنستي، لم أقصد أن أزعجك. اسمي فرانسيسكو كانييرو. سلمون بايسمان بانتظاري، وأريد أن أسألك إن كنت تعلمين أين هو. أكان يسمعني؟ عفوا، لم أسمعك. أنستي ما بك؟ واو، بدأت أصدق أنني امرأة محظوظة. لن ينكر أحد هذا. أنا أحب الحفلات، أعشقها بقوة، وهذه الحفلة مدهشة. أظن أنني سأمرح كثيرا هنا. هذا جميل، وهذا ما أريده. وأريد أن تستمتعي أيضا بالموسم. كيف تعرفت إلى ألتاغراسيا؟ إرنستو هذا هو اسمه صحيح؟ أتعلم إرنستو؟ أرغب في التنازه قليلا في الحديقة، إنما بمفردي. ولا تقلق، لأنني أعرف كل زاوية في هذه الأرض الخضراء. ولكن أنا أعمل هنا ولم أرك قبل ذلك. هل تعلمين
أنت غامضة جدا. في الواقع هذه ليست الزيارة الأولى. بالإذن إرنستو. تفضل. أراك لاحقا. إنها امرأة مليئة بالأسرار. ما علاقتها بألتاغراسيا ديل تورو؟ لم أكن أعلم أن مخرجات الأفلام في هذا البلد يكسبن الكثير من المال لكي يشترين سيارات فخمة. حسنا، ليس كل المخرجات، بل أفضلهن فقط. طبعا هذا صحيح، أفضلهن فقط. هذا جيد. أتعلم شيئا سلومون؟ كنت أفكر في أظن أن ما ينقصك هو بعض الدعاية المتخصصة في التصوير. أحد ما أقصد مخرجة وتكون اختصاصية. اختصاصية مثلك؟ ولم لا؟ لأنه اسمع، أنا لا أصور الأفلام فقط سلومون. هذه مسألة مهمة، لأنني بحاجة إلى حملة دعائية جيدة في هذه الفترة. حقا؟ موافقة؟ من الأفضل أن أعود في يوم آخر ونتكلم لاحقا في هذا الموضوع. فزوجتك تبحث عنك. اسمع، لنقل أولا إن زوجتي لا تبحث عني لأنني لست متزوجا. ولنقل ثانيا إنني مالك هذا كله، أي إن لدي عمالا يهتمون بالكروم والضيوف. ثم إن أكثر ما يهمني الآن هو أن تري الكروم الموجودة هنا. أريد أن أقول نبيذنا هذا سوف يكون على أفخر الموائد في الكون وما حوله أيضا. حسنا، كل هذا بفضل إصراري القوي وبفضل عملي الذي ليس له حدود وموهبتي طبعا. هذا ممتاز فعلا. حسنا، اسمع، وما هو رأيك أنت؟ ماذا سيحدث نحو الوجه؟ عفوا، ماذا تظن أنه سيحدث عندما تأتي ألتاغراسيا ديل تورو، أي المرأة المجرمة ووريثة كروم ديل تورو، وتطلب ميراثها؟ الحقيقة بخصوص هذا الموضوع أريد أن تعلم أننا وضعنا دراسات متعددة وكثيرة في الخطط المستقبلية. حسنا، يجب أن تنتظروا ألتاغراسيا ديل تورو، لأنه ربما تتذكر أنها تريد أن تنتقم من الكل. لذا أسألكم، ألا تخافون على أنفسكم؟ لا ندين بشيء لهذه المرأة. تودين التنزه في المنطاد؟ يمكنك مشاهدة اتساع كرومنا وأريافنا، ولكن بشرط ألا تكوني خائفة من المنطاد. سلومون، أنا لم أقل إنني خائفة، ولكني كنت أنتظر منك أن تساعدني. سوف أصعد وحدي. هي انتبهي من فضلك أنستي، دعيني أساعدك. نعم. المنطاد آمن، ها؟ مستعدة؟ نعم، لنرى إن كنت تعرف كيف تطير. تمسكي جيدا لأننا صديقنا.
أن نعود إلى الحفلة الآن. أنزلني. ولكن ما بك؟ هل أنت بخير؟ أصبت بدوار؟ اسمعي، أتريدين الماء؟ لدي الماء. أتريدين؟ سلومون أنزلني أرجوك، أريد أن أنزل. سلومون إنها الجياد. الجياد قادمة. إنها اهدئي، قادمة. اطمئني، اهدئي، لن يحدث شيء. الجياد سلومون. مهما حدث فأنا هنا معك، اطمئني. يبدو أنه ميت. لست أدري، على الأقل وضعه سيء. الأمر مريع، لقد دمروا حافلتي. إخوان، أخرج هذين الجوادين